السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة زي ما انتم شايفينها كده بالظبط. كل اللي هنعمله ان احنا هنبقى عندنا بطاطس وربع كيلو لحمة مفرومة، ومن الربع كيلو لحمة مفرومة هنعمل الطاجن الكبير اللي كان قدامكم دلوقتي. اول حاجة هنجيب بطاطس وهنقشرها، ونحاول نخلي البطاطس تكون قد بعضها، ولو حتى البطاطس كبيرة ممكن نقسمها اتنين. وكمان ولا هنحمر في الزيت ولا حاجة، طبعا كلنا عارفين ان الزيت غالي وعندنا اليومين دول أزمة في الزيت، فمش هنحمر كمان البطاطس. اعملوها بالطريقة اللي أنا هعملها قدامكم دلوقتي، ولا هتستهلكوا زيت. وكمان بربع كيلو لحمة مفرومة زي ما قلتلكوا. هنعمل الطاجن ده كله، وهتعملي غدوة حلوة ومغذية وشيك كمان. تقدري انت تعمليها لو حد كمان عندك. اول حاجة ان انت هتقطعي حتة من القاعدة بتاعة البطاطس عشان البطاطس تقعد زي ما انا وريتكم كده اهوت في الفيديو، زي ما انا ماشية. وهنقور البطاطس، وما ننساش ان احنا نكون غاسلين البطاطس كويس، لان احنا كل التقوير اللي طالع من البطاطس دوت مش هنرميه، هنستخدمه برضو معانا في قلب الطاجن. فتبقي مراعية كويس جدا ان انت البطاطس تكون نضيفة، وتكون ايديك نضيفة، وكل حاجة بتستخدميها تكون نضيفة، علشان اللي طالع من البطاطس دوت هنستخدمه تاني. تمام. هنحاول نقور البطاطس، ونحاول ان احنا ما نعورش البطاطساية يعني. ماشي. زي ما انتم شايفيني كده، نقطع حتة من فوق حتة من تحت، وبعد كده هوت نقور البطاطس بالراحة كده، بتتقور بسهولة جدا. تاني حاجة، عندي هنا ربع كيلو لحمة، عملت عليه بصلتين، قطعت بصلتين او فرمتهم في الكبة مع قرن فلفل حامي، وحطيتهم على النار وسبتهم. كلنا عارفين بنعمل عصاج ازاي. وفي الحلة التانية هنا اهوت معلقة سمنة، هحط عليها معلقة توم وهحمرهم، وبعد كده هنزل بشفشق طماطم عليهم، وهسيبها لحد لما تتسبك. خلاص كده، يبقى كده عندنا قورنا البطاطس وعملنا العصاج بتاع اللحمة، وهنعمل الصلصة بتاعت الطاجن اهيت. اول لما تتسبك هزودها شوية، واول لما تغلي هقول لكم بقى على التوابل اللي هنحطها فيها. تقريبا كده خلاص كل حاجة في الطاجن اتعملت. هنا كانت اهي زي ما انتم شايفين كده، كانت بدأت تتسبك. هبدأ ان انا احط عليها شوية فلفل اسود. بصي بقى، التتبيل زي ما انت عندك، زي التوابل اللي عندك وزي ما انت ما بتحبي. انا حطيت فلفل اسود وحطيت شطة، وهحط مكعبين ماجي. انت عايزة تحطي بهارات تحطي براحتك. وطبعا ما ننساش نص المعلقة الصغيرة السكر، دي بتخلي الطماطم ما تعملش حموضة، وكمان ما بتخلي الطماطم طعمها حلو قوي. خلاص. وهنحط شوية مية، واول لما يغلوا كده تبقى الصلصة بتاعتنا جاهزة. وهنبدأ ان احنا نقفل بعد كده الطاجن. هي تغلي لها غلوة ولا حاجة، وبعد كده خلاص دوقيها بقى. لو عايزة ملح، عايزة تزودي اي توابل تانية براحتك. بصوا بقى الحاجات اللي طالعة من البطاطس، انا شطفتها تاني على فكرة وصفتها. هحطها كلها في القعر بتاع الطاجن كده. تقدري ان انت تعملي في صينية تيفال، تقدري تعملي في حاجة بايركس كده على كيف، في ألمونيا، في اي حاجة هتنفع مع اي حاجة. حطيها بقى كلها في الصينية كده، او في الطاجن اللي انت هتعملي فيه. هنحط معلقتين هنحط معلقتين من اللحمة المفرومة على الحاجات اللي طالعة من البطاطس، من تقوير البطاطس ديت، علشان برضو يبقى طعم اللحمة موجود في قلب البطاطس اللي تحت. على فكرة دي بيبقى طعمها كمان احلى من البطاطس اللي احنا هنحشيها. دي بتبقى بقى شاربة كده وبتبقى طرية، وبتبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى كانت اللحمة بردت شوية، بدأت ان انا احشي البطاطس دي. بطاطستين كانوا كبار شوية، فانا رحت قسمهم من النص وحشيتهم برضو، قورتهم وبرضو حشيتهم. ماشي. وبقية البطاطس اللي كلها كانت طول بعض ما قسمتهاش، خليتها. وهوريكم دلوقتي هنرص الطاجن بتاعنا ازاي. هقور كل هحشي كل البطاطس، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. اهو نحط مغرفتين كده اهوت من الصوص اللي احنا عاملينه، من الصلصة اللي احنا عاملينها، على البطاطس اللي تحت زي ما انا بحط كده. كده
عشان طبعا زي ما قلت لكم دي طعمها كان احلى كمان من البطاطس المحشيه. جربوا الطاجن بالطريقه دي، ولا تحمير الزيت ولا كلام فاضي من ده بقى. اليومين دول مفيش ايه هدر للزيت كلنا بنحافظ على ازازه الزيت. ساوي بقى البطاطس كده اللي انت حطاها، عشان لما نرص البطاطس التانية المحشيه فوقيها بصوا بقيت افحر كده واروح ايه زق البطاطس كده. سويها بقى زي ما انت عايزه، رصي البطاطس بالطريقه اللي تناسبك كده. بعد ما هترصي كل البطاطس هنحط بقيه الصلصه اللي احنا عاملينها عليها. وبعد كده في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن، هروح مدخله الطاجن الفرن. واول لما الاقي ان البطاطس استوت ادوس عليها كده بالشوكه والاقيها ان هي خلاص استوت، بروح مولعه عليها الشوايه من فوق، تاخد وش بس كده تحمير. عايز تحمريها قوي براحتك، عايز تحمريها نص نص على كيفك. طعمها كان حلو جدا يا جماعه، ولا كانت متحمره وكانت صحيه يعني. هي كمان يعني غير ان هي موفره كمان للزيت بتاعك وكده، لا هي كمان صحيه مفيهاش قلي كتير، والطعم بتاعها تحفه. وكل الكميه اللي احنا عملناها دي كان بربع كيلو لحمه يا جماعه. وعملت معاها بتنجان مخلل، وعملت معاها ايه رز اللي هو بالشعريه. على كيفك تقدري تاكليها كمان بعيش اللي انت عايز يعني تقدري تستخدميها بقى تتعاملي معاها زي ما انت حابه، بعيش برز على كيفك. المهم ان هي مش مكلفه، وكمان بترمي وكميه كبيره حلوه تكفي عيله كبيره، والطعم تحفه. فتقدري ان انت تعمليها، وحتى لو عندك اي حد هتبقى شكلها حلو على السفره، وهتبقى ماليه الدنيا، والدنيا تبقى تمام قوي. هتحطي بقى بقيه الصلصه زي ما عرفتك كده اهوت. والصلصه انا عاملاها خفيفه لان هي هتستوي بيها يعني. على بال ما البطاطس تستوي بتكون الصلصه قلت شويه، فبتبقى الدنيا حلوه بقى. كان الطاجن دوت طعمه حلو جدا، يا ريت الكل ينفذه بالطريقه دي، بجد هيعجبكم. وكمان مش مكلف زي ما قلت لكم، يعني تقريبا هو مفيش حاجه دلوقتي مش مكلفه، ربنا يعافينا بقى. بس ايه يعني الى حد ما غير حاجات تانية كتير. اهو كملتي بقى الصلصه كلها، لان زي ما قلت لكم كده الصلصه هي اللي هيستوي بيها. وطبعا انتي محيقاها ومظبطه الدنيا. هنا كنت بعد ما طلعته من الفرن وما عملت معاه زي ما قلت لكم بتنجان ورز بشعريه. يا رب يكون الطريقه بتاعته سهله وتكون عجبتكم. وبجد هو مش مكلف ونتيجته حلوه وطعمه كان تحفه. يا رب تنفذوه ويعجبكم، ومع الف سلامه، واقابلكم في فيديو جديد يا حبايبي.